تلقى مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي الضوء الأخضر من مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم من أجل ضم اللاعب نادي ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز إلى قائمة أسود الأطلس قبل مواجهة منتخبي أنغولا وموريتانيا في 22 و 26 مارس القادم على ملعب أكادير الكبير، في أول ظهور لزملاء أشرف حكيمي أمام الجماهير المغربية بعد الإخفاق الأخير في نهائيات بطولة كأس أفريقيا بساحل العاج. وكشف موقع العربية الجديد الثلاثاء بناء على معلومات من مسؤول في الاتحاد المغربي لكرة القدم أكد من خلالها بأن فوزي القجاع رئيس الاتحاد منح المدرب وليد الركراكي موافقته من أجل وضع اسم لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز في قائمة المنتخب المغربي، وتوجيه دعوة رسمية له من أجل مساعدته على حسم اختيار اللاعب لمنتخب بلده بشكل نهائي. وذكر المصدر في كلامه ملف إبراهيم دياز وبعدما كان يميل لكفة إسبانيا في الأشهر الأخيرة شهد تطورات جديدة وجعل المنافسة تشتد بين المغرب وإسبانيا على اللاعب، لا ترتبط أساسا بظهور أحد أصدقاء والد اللاعب إبراهيم مع وليد الركراكي في صور تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي. وتابع المصدر الشخص الذي ظهر مع الركراكي في الصور مؤخرا يعمل ضمن شركة مكلفة بوكالة اللاعبين يملكها والد إبراهيم دياز في إسبانيا، والاتحاد المغربي ظل يشتغل على ملف اللاعب منذ مدة. سنكون سعداء إن حسم لاعب ريال مدريد اختيار منتخب المغرب، في الوقت الحالي كامل الحرية ستكون للاعب، نحن لا نضغط على أي أحد، وحين سيتلقى دياز الدعوة من الاتحاد المغربي سيحس باهتمام مسؤولي الاتحاد المغربي وأيضا المدرب وليد الركراكي الذي فاتحه في أكثر من منافسة كي يلعب مع المغرب. وختم المصدر ما يجب أن تعرفه الجماهير المغربية أن مسؤولي الاتحاد المغربي لم يعودوا يتحملون اختيار بعض مزدوجي الجنسية في اللعب لإسبانيا بدل المغرب، مثل ما حدث مؤخرا مع إلياس أخوماش واللاعبين المغربيين الشباب في أتلتيكو مدريد، ويتعلق الأمر بالريحاني وبن سعد وجباري، وعليه يولون ملف إبراهيم دياز أهمية قصوى. وما يمكن تأكيده أن الأمور فيما يخص لاعب نادي الملكي ستتوضح أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن جهة أخرى فقد أكد موقع اليوم 24 على أنه لحدود الساعة لم يضع الناخب الوطني وليد الركراكي اللائحة الأولية لأسود الأطلس التي يجب أن يرسلها للأندية يوم 3 مارس المقبل، لذلك لا يمكن الحديث عن تواجد دياز من عدمه في لائحة لم تصدر بعد. يأتي ذلك ردا على تقارير تحدثت على أن الركراكي استقر على وضع إبراهيم دياز في لائحة الأولية للمنتخب المغربي استعدادا لمباراتي أنغولا وموريتانيا كإجراء إداري واحترازي في ظل التقارير التي ربطته بالتواجد مع إسبانيا في المعسكر المقبل. ولم يحسم دياز نجم نادي ريال مدريد الإسباني البلد الذي سيمثله، حيث ظل يتهرب من الإجابة في كل مرة يوجه له السؤال حول ما سيمثل المغرب أو إسبانيا، مجيبا دائما أن كل تركيزه منصب حول ناديه في الفترة المقبلة. يذكر أن اللاعب إبراهيم دياز بات يتردد في الآونة الأخيرة كثيرا على عدة مدن مغربية من أجل السياحة، إذ شوهد في شمال المغرب في مدينة طنجة وأيضا في مدينة مراكش في أكثر من مناسبة، وتفاعل مع الجماهير المغربية من خلال تلبية طلبها بالتقاط صور معه في انتظار أن يصبح لاعبا رسميا في المنتخب المغربي. يذكر أن دياز سبق أن عقد اجتماعا مع المدرب وليد الركراكي أثناء فترة لعبه مع نادي ميلان الإيطالي كمعار من ريال مدريد الإسباني، وتحدث معه عن إمكانية تمثيل المنتخب المغربي، وهو الأمر الذي اقتنع به صاحب 24 سنة الذي بات على بعد خطوة من تمثيل بلده وبلد أجداده المغرب. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الأنغولي في 22 مارس بالملعب الكبير بأكادير، على أن يقابل في مباراة ثانية المنتخب الموريتاني بنفس الملعب في 26 من الشهر ذاته.